في عندنا الزعيم، في عندنا الاسطوره، في عندنا الكينج محمد والهضبه. كل واحد شايف نفسه بيسمي اسم. الاسماء بقى اللي بتحبوا. الليمبي. انا الليمبي يا عم الحاج. فيلم الليمبي. فيديو النهارده ممكن يخليك بعد كده تشوف فيلم الليمبي بشكل تاني خالص. على فكره انا زيك بالظبط، دايما فيلم الليمبي كل ما بكون زهقان او متضايق بيكون افضل اختيار قدامي. كل مره بشوفه بقعد اضحك كاني اول مره اشوفه. وانا النهارده مش جاي اتفلسف عليك واقعد اقول لك قد ايه الفيلم ده عظيم وفي حاجات مستخبيه وان ازاي محمد سعد ممثل عبقري والكلام ده، لان اوريدي في ناس كتير قوي اتكلمت عن الموضوع ده. وكمان دي مش الحاجه اللي خلتني اعمل الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي. الموضوع ابسط من كده بكتير، واصلا جه بالصدفه. السبب اللي خلاني ابقى قاعد دلوقتي وبكتب سكريبت عن فيلم الليمبي ان على مدار السنين اللي فاتت دي كلها شفت فيلم الليمبي ممكن نقول مثلا 40 مره. كل مره بضحك كاني اول مره اشوفه. لكن من يومين حصلت حاجه غريبه. اتفرجت على فيلم الليمبي وما ضحكتش. ما استغربتش قوي من فكره ان كل ده ما كنتش فاهم قوي فكره الفيلم، لان تقريبا انا و90% من اللي بيتفرجوا على الفيلم مش فاهمين فكرته اصلا. اكبر دليل على الكلام اللي انا بقوله لك ده ان شخصيه الليمبي دي اساسا شخصيه مأساويه وحزينه جدا وانت ما خدتش بالك. الليمبي شاب وحيد ملوش غير صاحب واحد طول الفيلم، عم بخ الراجل العجوز اللي اكبر منه، مفيش حد تاني. البيت اللي هو قاعد فيه كان هيقع على دماغه هو وامه، وده اللي ادى ان هو يبقى مديون ب20,000 جنيه ويتسجن. الحاره اللي هو عايش فيها حاره كئيبه وحزينه وما فيهاش بني ادمين اصلا. عايز اسالك سؤال، انت طول الفيلم شفت محل واحد فاتح في الحاره اللي الليمبي كان عايش فيها؟ مع ان الطبيعي اللي احنا متعودين عليه اصلا في الافلام ان الحاره دي مكان زحمه وانوار وعيال صغيره بتلعب وحوارات كده، وبقى محلات عيش ونجارين وميكانيكيه واصوات عاليه ولمض وكده يعني. لكن في فيلم الليمبي العكس هو اللي حصل، الحاره فاضيه، وكل اللي انا حكيته لك ورا ده محدش خد باله منه اصلا. انت هتعيش بالمهد يا ليمبي مش واخد، خلي السكر يعلى علي. يا اما طب عايزه ايه منك؟ اشتغل ايه؟ اللي انا حكيته لك ده ليه شويه اسباب. اهم سبب فيهم ان محمد سعد وصناع الفيلم عموما ما كانوش مدين لك فرصه طول الفيلم في انك تعمل حاجه غير ان انت تضحك. مفيش، فاهم؟ انا عايز اقول لك ان حرفيا مفيش لقطه في الفيلم موجود فيها فرصه انها تعدي عليك مرور الكرام كده من غير ما تضحك. لقطه العزا مثلا لما عم بخ ابوه مات، اللقطه بتبدا بكلوز اب على الشيخ وهو بيقرا قران وحواليه 3 شيوخ. تلقائيا انت بتتهيأ كده وانت داخل المشهد ان مفيش هزار، خلاص فاهم؟ واحد ميت وعزا مفيش هزار يعني. الكاميرا بعدها بكام ثانيه بتلف من الشمال لليمين بتوري لك ان المكان فاضي، فانت بتتفاجئ يعني هو ايه العزا اللي مفيهوش بني ادمين ده، فاهم؟ يعني مفيهوش واحد حاضر بس، واحد بس على الاقل حاضر العزا. بعدها بتيجي الكاميرا على عم بخ والليمبي واللقطه بيبقى كلها ضحك بقى خلاص يعني. هم ما بيبقاش في عزا، العزا اصلا بيستغلوه في ان هم يضحكوه. كل سنه وانت طيب. هو عيد يا ليمبي، عيد ميلاد. وفي الاخر العزا بيتقلب خناقه. لا حلق عليه من هناك انا بتمسكنا انا. هات على هنقعد كده لوحدنا. ده طلع مجرم. اكيد ده مش مشهد طبيعي. نيجي مثلا لمشهد تاني لما خلاص فرنسا اقنعت الليمبي انه ينزل يشغل عربيه الكبده. المشهد في اوله بيوحي لك ان ده يعني مشهد مؤثر. خلاص الليمبي وحش ابوه اللي مات وبيكلمه. الله يرحمك يابا، روحك بتهفف حوالين المكان. مستحيل تكون متوقع ان في ضحك، والطبيعي والمتوقع يعني عشان هو هقول لك يا عم فيلم كوميدي فيعني ايه اكيد مش هيكون في حزن، فاهم؟ لا يا عم هو هيروح يكلم ابوه ويقول له انا هشغل العربيه، وانت تاخد من اللقطه دي فكره ان الليمبي خلاص بقى عنده طموح وامل وانه هينجح يعني خلاص، فاهم؟ انت ممكن تطلع من اللقطه دي عندك الفكره دي، فاهم؟ كان ممكن هي تتعمل كده بدون هزار، بس لا فكك، المهم انك تضحك. المشهد بيتحول ان ابوه اللي ميت اصلا بيكلمه من الصوره. ما تنساش النظافه. ما تيجي تبيع انت يابا. وعموما هم كانوا عاملين حسابهم عشان لو انت يعني متضايق شويه ومش عايز تضحك، اللي هو مقفل كده ومش عايز تضحك على اي حاجه، كفايه بس انك تضحك على رفعه البنطلون اللي الليمبي كان رافعها، يعني هي دي لوحدها حوار، فاهم؟ وحاجات تانية بقى كتير. عندك مثلا عم بخ لما قال ان هو كان نفسه في ولد، كان نفسي اتجوز واخلف حته عيل. الليمبي على طول غير الموضوع وقال له سيبك من الصعبانيات دي وسمعنا حاجه حلوه، انت ملحقتش تتاثر، فاهم؟ سيبك من الصعبانيات دي بقى، ها، وسمعنا حاجه حلوه بقى. ده حتى في اللقطه اللي المفروض انها حزينه ومؤثره، اكتر لقطه حزينه يعني خلاص هو ده اللقطه اللي في الفيلم، فاهم؟ الليمبي وهو بيعيط بيضحك. ده حاله حيوان. غلط سهل بيا. تقيل الراجل ده. مفيش فرصه يعني، مش هتتاثر خلاص، هو الفيلم كوميدي. طيب خلينا نبدا من الاول. شخصيه الليمبي اول مره ظهرت لينا كان في فيلم الناظر. الشخصيه دي ما جاتش من وحي خيال، لا هي شخصيه حقيقيه موجوده في الشارع ممكن تشوفها يعني، فاهم؟ ممكن وانت ماشي كده تلاقي واحد شبه الليمبي عادي، لكن غالبا لما هتشوفه هتخاف منه ومش هتفكر انك تكلمه كده، فاهم؟ اللي هو تبعد عنه يعني. فيلم الليمبي بقى وفر لك فرصه ان انت تشوف الشخصيه دي في الفيلم عادي كده، فبنوصل انك وانت داخل الفيلم بتتهيأ لحاجتين.
الحاجة الأولى إنك داخل تشوف شخصية أول مرة تشوفها موجودة في فيلم قصادك عادي وبتشوف جوانبها وكل حاجة فيها. تاني نقطة ودي الأهم في الفيديو كله يعني وعايزك تركز معايا الحتة الجاية دي، إنك بتكتشف إن هي شبهك. هنقف هنا شوية. هات لي أي فيلم في تاريخ السينما المصرية عمل شخصية فيها نفس السمات اللي موجودة في شخصية الليمبي. عشوائي، عاطل، متمرد، أمي، مسطول 24 ساعة، مش بيعرف يتكلم، تحس إنه غبي شوية بس مش متخلف، عنده طموح، نفسه يبقى غني، قلبه طيب، رومانسي، خجول، مش منافق. كل الحاجات دي في شخصية واحدة. فأنت بنسبة كبيرة قوي لازم هتلاقيه متشارك معاك في نص الصفات دي. يعني أكيد الصفات دي أكيد متوزعة علينا كلنا، فاهم؟ هو عنده كل حاجة. ولو أنت يا عم خلاص أنت يا عم 1% اللي هيبقى مش شبهه، فاهم؟ هتكون بنسبة 99% عارف أو شفت حد شبهه. فأنت تقريبا يا قاعد بتتفرج على نفسك أو على الأقل في حد بيفكرك بالليمبي ده. وده كان المقصود. الليمبي كان تجسيد لأغلب الشباب المصرية. في أول لقطة في الفيلم الليمبي واقف بيولع سيجارة وماشي بيتطوح بسبب إنه شارب حاجة ومش قادر يجمع باقي الأغنية. الحتة دي المغزى منها إنهم يورولك إن الليمبي كان بيحاول يعمل زيه زي الشباب اللي بتشرب عشان تنسى والواقع اللي هم فيه والكلام ده. الليمبي كان نموذج لفكرة يا عم اشرب عشان تنسى، فاصل من الدنيا وبيهرب من المشاكل بإنه بيفضل 24 ساعة مسطول. بس هم هنا مش جايين يكلموك عن المخدرات وإن هي ازاي وحشة والكلام ده. هما بس عايزينك تشوف الليمبي ان هو شاب عادي ممكن تشوفه في اي حته، فاهم؟ وده بيفسر لك انت ليه طول الفيلم هتشوف الليمبي مسطول وشارب، بالرغم ان مفيش ولا لقطه طول الفيلم بيبان لك فيها هو بيجيب المخدرات منين او بيعملها ازاي. وحتى البيره اللي هو كان بيشربها ما كانش معروف هو جايبها منين او ازاي. هما ما كانوش مهتمين بانك تعرف هو بيعملها ازاي. المطلوب هنا بس انك تحس الشخصيه. يا رب انا عارف ده. طيب تسألني سؤال محوري في الفيديو، تقول لي يا عم لالا انا ما حسيتش ان الشخصيه الليمبي دي شبهي الصراحه، يعني انا ما حسيتش اللي انت بتقوله ده. تمام، اقول لك ان ده احساس طبيعي جدا. زي ما قلت لك في اول الفيديو ان شفت الفيلم ده ممكن نقول 40 مره مثلا ولسه مكتشف انها شبهي من يومين حرفيا. طب ليه بقول لك ان طبيعي انك ما تحسش انها شبهك؟ عشان الكوميديا اللي موجوده في الفيلم ده معتمده على حاجه اسمها كوميديا الافوره. فانت مش بتصدق اللقطه اللي انت شايفها اصلا، انت طول الفيلم بتضحك بس مفيش فرصه انك تفكر. ركز معايا في الحته اللي جايه دي عشان لو انت مش فاهم قصدي في اللي فات. النقطه اللي انا بكلمك فيها دي بتوضح لك من اول لقطه في الفيلم. الشرطي بيقول للليمبي وريني بطاقتك، الليمبي بيقول له ان هو معهوش بطاقه. ليه؟ عشان ما عندوش جيب وراني. وبعدها بيطلع له كارنيه مركز شباب. كارنيه ايه ده ان شاء الله؟ كارنيه مركز شباب نادي الحبانيه. تلعب ايه بقى في نادي الحبانيه ده بقى يا اسطى؟ كرة ناء. موقف زي ده صعب قوي ان هو يحصل في الحقيقه او حد يرد الردود دي، فاهم؟ مع انه بيعكس حاجه شبه واقعيه. شاب مسطول طبيعي انه يكون ده رده، يعني هو مش هيقول لك رد فلسفي، فاهم؟ طبيعي ان هو ده يكون الرد بتاعه. بعدها الليمبي بيروح لحبيبته نوسة وبيتفاجئ ان ابو نوسة وراه وبيتخض. تمام خلاص مفيش مشكله، بتحصل بس مش بتحصل كده. اعوذ بالله. بعدها على طول بنيجي اللقطه الليمبي امه لابسه البنطلون بتاعه وهو ما كانش عارف مكانه فبيدور عليه. مين فينا امه او اخته ما حصلش في مره ولبست حاجه من عنده؟ عادي يعني حاجه طبيعيه جدا. لكن اللي مش طبيعي انك في اول اللقطه خالص تلاقي الليمبي خارج من الدولاب. يعني ده مش حاجه طبيعيه خالص. البنطلون فين يا ام؟ فانت هنا اجباري بتتسحل مع فكره ان هو لا يعني اكيد ده مش شبهي، انا مش كده. مع ان في الاصل هو طول الفيلم بيتكلم عنك انت، بس انت اللي مسحول مع الضحك، يعني انت اللي مركزتش. وده بسبب ان محمد سعد مضحك بطريقه رهيبه، يعني هو مميت يا جدعان. فدي مش غلطه منك، يعني ده حسن حسني الله يرحمه ذات نفسه من الضحك في المشهد ده حط ايده على بقه عشان ما يبانش ان هو بيضحك. وبالرغم يعني من ان انا اعتقد ان حسن حسني من الممثلين اللي بيعرفوا يمسكوا نفسهم وهم بيمثلوا قوي. يعني انا مثلا شفته في كذا لقطه اللي حواليه بيضحكوا وهو لا. في اللقطه دي مثلا كريم عبد العزيز ضحك وهو لا، هو ثابت يعني هو ما ضحكش. لا يعني ايه ست تصرف على راجل؟ ايه كلمه بس نفسك ايه يا استاذ؟ ايه الكلمه قبل. لقطه تانية مثلا زي البودي جارد اللي كان وراه كان بيضحك وهو ثابت عادي، يعني برضه مسك نفسه ما ضحكش. فاذا كان اللي بيمثل معاه ذات نفسه بيضحك، انت هتسيب كل ده وتركز في حاجه غير الضحك؟ اكيد لا. قال لي بص انا الكمانجه دي انا حد ظهر الام الكاميرا وماليش دعوه. وهو طبعا هو عمال يضحك وعمال يغزني في رقبتي. تمام. فكره ان الليمبي بيمثلني انا وانت هتشوفها في حاجات كتير قوي. اولها الليمبي وامه فرنسا. الليمبي وامه هم مثال حي هتشوفه كتير قوي. ممكن يكون انت، ممكن يكون صاحبك، ممكن يكون جارك. لازم هتكون شفت علاقه زي دي مره واحده على الاقل في حياتك. شاب عاطل لسه قاعد مع امه في الشقه، امه لسه بتصرف عليه، اوقات بيتمرد عليها وبيتخانق معاها. احنا اخرنا مع بعض كيلو 26 السويس، اظن بعدها تعرفوا تروحي. لكن في نفس الوقت ملوش غيرها.
لا والنبي شغالين معاك. والنبي لما تشوف حاله متوالي. لا والنبي حرام وشغالين معاك يعني. ومش هو بس، فرنسا برضو زيها زي اي ام مصريه، بتشتمه لما بيتغابى، امشي يا ابن المنكوبه. حاضر يا ماما. بتفرح بيه لما يبقى شاطر، بتحس بيه لما بيكون زعلان وبتواسيه. مالك يا واد؟ جعان يا أم. مثال حي هتشوفه كتير قوي ان ما كانش ده انت اصلا. واشوف انا كلام امك هيقتنع ولا لا يا لمبي. حاضر يا ماما. حاضر يا ماما. هلبس بس فانيلا عشان عظم صدر ما يسوس. ام الليمبي طول الفيلم كانت خط فاصل، ام عيله من الطبقه الفقيره، ام مش بتتخلى عن مبادئها، زي ما كانت بتاخد من العيال الصغيره الشبشب رهن وتمسمره في الحيطه، انا ابن منى وكمان ابن منى. عملت كده مع الاجانب برضو عشان هي ما عندهاش تفرقه. خدي يا اختي شبشبك اهو عشان ما تقولوش علينا بس بنضرب السياح. طول الفيلم فرنسا كانت بتحاول ان هي تساعد ابنها وتخليه شاب كويس، وبتساعده ان هو يفتح مشروع ويتجوز ويبني بيت. اقبض ولا ابوس الاول؟ رايك لعيشك ما احناش فاضيين للكلام. فعشان تحل له المشكله قامت واخداه ورايحه شرم الشيخ يعملوا مشروع تأجير عجل. الدنيا بتفتح في وش الليمبي بينجح والدنيا بتزعزع معاه، لكن في الاخر الليمبي بيصطدم بالواقع ان هو في المكان الغلط. فاكرين نفسكم اسطبل؟ لا انا شرطه ليه ساعات تبقى وانت قفشت العجل عريان ولا حاجه. المشروع بيبوظ والعجل بيتاخد وبالعافيه بيقدر يهرب هو وامه، والمشهد بينتهي نهايه حزينه شويه بان للاسف الليمبي فشل يا بني ادمين. الليمبي مسكتش، عافر تاني وكمل للاخر، قرر ان هو يسمع كلام امه وهيفتح عربيه الكبده بتاعت ابوه. المشروع اخيرا بينجح، هتلاقي الليمبي واقف قدام حبيبته وقفه فخر ان هو خلاص فتح مشروع وشويه وهيروح يتجوزها. عايزك بقى من اول هنا تركز معايا في الحته اللي جايه دي. الليمبي اول لما حس ان هو خلاص مسك طريق النجاح واللي هو فتح مشروع ونجح وكده، كان اول مره يقول لنوسه ان هو بيحبها. الليمبي خلاص زعق وقال بصوت عالي بحبك يا بت. بحبك يا بنت. نوسه بتتنطط من الفرحه وبتقول له قالها ابن فرنسا. قالها ابن فرنسا يا لهوي. لكن لو تاخد بالك في نفس اللحظه دي الكاميرا بتيجي على راجل واقف بياكل على العربيه، وقام باصص للليمبي بصه قرف كده. بعدها الكاميرا رجعت عادي والضحك بقى جالك في الحته اللي هي بتاعت الحمد لله نسيت السندوتش. خلاص يعني انت هنا خدتش بالك اصلا من اللقطه اللي فاتت دي. الحمد لله نسيت الشندوشت. عايز اسالك سؤال، تفتكر بقى الكاميرا جت على الراجل ده ليه؟ يعني هو اصلا مين ده؟ هو ملوش لازمه في اللقطه، فاهم؟ يعني محدش يعرفه اصلا. الراجل ده كان كنايه عن الدنيا وان ما تفرحش قوي انا مش هحلك. بالتالي لما الليمبي زعق كده وحس ان هو خلاص بقى اللي هو انا جاي، فاهم؟ انا ناجح وهنجح وهتجوز ومش عارف ايه والكلام ده، الراجل ده قام باصص له بصه بقرف اللي هو ايه، تعالى يا حبيبي. عشان بعدها بشويه البلديه بتيجي وبتاخد منه العربيه وبتكسرها فوق دماغه. وفي خلال الجري والحوارات والكلام ده هتلاقي الكاميرا بتيجي لمده ثانيه كده على عروسه حد بيدوس عليها برجله، في مشهد ملوش غير تفسير واحد، ان خلاص الدنيا داست على الليمبي. نعيم بعدها بيجي للليمبي بيقول له ان هو عايز فلوسه، وبيحصل ما بينهم مشاده كلاميه كده، ملخصها يعني ان نعيم خلاص هيحبسه لو ما سددش الديون اللي عليه. وبينتهي المشهد بكادر عظيم، الليمبي حاطط ايده على دماغه قليل الحيله لوحده مستني مصيره في السجن، والكاميرا بترجع لورا بتوري لك انه خلاص الليمبي اتحطم. عايزاك اعمل ايه ياما؟ تسيبني في حالي بقى. الليمبي طول الفيلم كان محتفظ بهويته كشاب شعبي ابن بلد. عم بخ مثلا لما جه سمعه شويه لحن، بالرغم ان اللحن كان حلو، يعني هو اللحن كان حلو على فكره، لكن هو ما كانش ذوقه، هو اللحن كان راقي يتعزف في فندق او مطعم بتاع ناس اغنياء، لكن الليمبي ما كانش بيحب المنظره والحاجات اللي هي بتاعت الاغنياء دي. الليمبي حتى لما غنى في فرحه شقلب اغنيه ام كلثوم وخلاها شعبي. وتفتكر في فيديو عصام صاص قلت لك ان موضوع ان المغنيين بيجيبوا اغاني قديمه نجحت اصلا وبيعملوا لها ريميكس من اول وجديد، الريميكس ده يبقى شعبي ومتماشي مع الوقت بتاعه والاغنيه غالبا بتنجح. تقريبا دلوقتي احنا عرفنا الفكره دي جت منين. الليمبي اول واحد عمل الموضوع ده. الليمبي زيه زيك بيحاول ينجح ويجيب فلوس عشان يعرف يتجوز نوسة البت اللي بيحبها، لكن مدرس العربي واقف له بالمرصاد وجاي ومحمل فلوس ومعاه شقه، حاجه كده زي ابن خالة حبيبتك اللي جاي من الكويت. من وجهه نظري فيلم الليمبي هو رقم 1 في مصر، بالرغم ان ناس كتير قوي انتقدت الفيلم ده اول لما نزل، وده كان بسبب ان الفيلم ما كانش فيه قصه او سيناريو. بس تفتكر ازاي الفيلم ده بقاله اكتر من 20 سنه ولغايه دلوقتي كل ما تشوفه بتضحك، ولو جالك في التلفزيون ما تقدرش تقلبه، ولغايه دلوقتي رغم الاجيال اللي طلعت جديده بافكار جديده لسه بيستخدموا من الفيلم ده افيهات. فكره ان مفيش سيناريو ولا قصه تخليك تقتنع ان فيلم الليمبي ده فيلم كسر كل القواعد. فيلم الليمبي يعتبر علامه فارقه في تاريخ السينما المصريه.
بس كده، ما تنساش تعمل لي فولو على انستجرام عشان تشوف كل جديد. انا عبد الله.